شرع الأذان تنبيها لدخول وقت الصلاة. نعم. تنبيها لدخول وقت الصلاة. نعم. ربي قال في القرآن الكريم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. نعم. الأذان إذن شرع إيذانا وإعلانا بدخول وقت الصلاة. دخل وقت صلاة الظهر يؤذن المؤذن، يرفع الأذان. وقت العصر، المغرب، العشاء، وكل الصلوات. إذا هذه مسألة في غاية الأهمية. أما الأذان قبل وقت الصلاة فلا يصح. إذا فيه مكالمة الأولوية المكالمة. لا الله يبارك، أنا نستمع عليك شيخنا. طيب، حبيت نقول إذن لا يمكن، لا يصح الأذان قبل دخول وقت الصلاة. الاستثناء الوحيد بالنسبة لصلاة الصبح، صلاة الفجر، يجوز رفع أذان قبل يعني أو في السدس الأخير من الليل، في السدس الأخير من الليل بالنسبة لصلاة الفجر. أما الصلوات الأخرى فلا يرفع الأذان إلا بدخول وقتها. ولكن إذا رفع الأذان قبل يعني في السدس الأخير من الفجر، يعاد رفعه عند طلوع الفجر الصادق. يعاد رفع الأذان عند طلوع الفجر الصادق. قد يقول قائل إذا كان الأذان على سبيل التعليم نقول يجوز. ممكن يكون الناس يجلسوا كذا 10 نتاع الصباح، واحد يقول له علمني الأذان، يرفع الأذان، ولكن ما يرفعش مكبر الصوت والناس كامل تسمع وبعدين يقولوا هذه الظهر ولا واش من الصلاة هذه. يتصل بالبرنامج يقول علموني الأذان. نعم، يتصل بالبرنامج ولو قبل وقت المغرب مثلا، والشيخ مثلا يأذن ولا يرفع الأذان عادي. إذا كان بغرض تعليمي فليس في ذلك حرج. ولا واحد يبين مقاصد الأذان ويشرح في الأذان كيف أنه يحمل المعاني البارزة على الإسلام وكذا، فلا حرج في ذلك. ولكن باش يرفع إيذانا للصلاة لا، إنما هو شرع إيذانا بدخول وقت الصلاة.